بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء. أيها السيدات السادة الحضور الكريم، كل باسمه وبصفته. يطيب لي أن أشارك في هذه الندوة الوطنية الأولى في الموسومة بتكوين مستمر ورهان الجودة، قراءة متقاطعة في واقع التنزيل وسبل التجويد على ضوء التزامات سنة طارق 22/26، والتي نظمها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، وذلك من خلال هذه المداخلة المعنونة بحضور المهارة الرقمية في بناء المخططات الجهوية للتكوين المستمر للأطر التربوية. في هذه المداخلة الموجزة سوف أقدمها في المحاور التالية. بعد مقدمة موجزة سأعرج على الإطار النظري للورقة العلمية من خلال مفهومين ومصطلحي التكوين المستمر والمهارة الرقمية، ثم بعد ذلك الإجراءات البحثية التي أطرت هذه الورقة، وفي النهاية النتائج من خلال تحليل حضور المهارة الرقمية في مخطط التكوين المستمر في عينة البحث، وأختم بالتوصيات. كما تعلمون أن الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر التي ظهرت في 2020 خلال مقرر 31/20 بطبيعة الحال جاءت لكي تضع إطارا عاما لتنزيل هذه الاستراتيجية من خلال المخططات. طبعا هذا في إطار تنزيل الورش الكبير، وهو تنزيل مواد القانون إطار 51/17. في هذه الورقة سوف نركز بشكل قوي حول المهارة الرقمية وحضورها في بعض المخططات الجهوية لبعض الأكاديميات. بطبيعة الحال باعتبار أن هذا المدخل التكوين المستمر هو مدخل للارتقاء بكفايات الأطر التربوية، وكذلك كعامل من عوامل تجديد الممارسة المهنية، وهذا بطبيعة الحال ينعكس في مستوى آخر على المتعلمات والمتعلمين، على اعتبار أن المتعلم هو مواطن الغد الذي ينبغي أن يستحضر هكذا مهارات، وهي باعتبار المهارة الرقمية واحدة من مهارات القرن 21. الإطار النظري بشكل سريع فيما يخص المصطلح الأول أو المفهوم الأول الذي سنقف عنده في هذه المداخلة، وهو مفهوم التكوين المستمر. بطبيعة الحال من خلال تعاريف مختلفة. أول تعريف وهو تعريف نظري عام يتحدث عن كون التكوين المستمر هو كل أشكال وأنواع التعليم أو التكوين لصالح جميع الذين غادروا نظام التربية في مستوى معين كيفما كانت المستويات، ومارسوا مهنة ما وتحملوا مسؤوليات البالغين في مجتمع ما، يعني مهنة من المهن. وهو كذلك كل الأنشطة النظرية والتطبيقية المنظمة من طرف جهاز رسمي لفائدة فئات معينة من المدرسين، إما في أوقات عملهم أو خارجها، انطلاقا من أهداف واضحة ومحددة غايتها الرفع من مستوى قدراتهم الفكرية والمهنية. لكن بالرجوع إلى مرسوم التكوين المستمر لفائدة الموظفي وأعوان الدولة، نجده يرى أن التكوين المستمر هو كل العمليات الرامية إلى تأهيل الموظفين والأعوان بتلقينهم تكوينا نظريا وتطبيقيا قصد إعدادهم لمزاولة المهام المطابقة لهذا التكوين، استكمال خبرة الموظفين والأعوان استجابة للتطورات التقنية والتحولات التي تعرفها الإدارة العمومية، من خلال أولا تحسين كفاءات وخبرات الموظفين والأعوان قصد تمكينهم في إطار إعادة الانتشار أو الحركية من ورود مناصب تتطلب مؤهلات جديدة، أو لمزاولة أنشطة مهنية مختلفة، وكذلك إعداد الأطر العليا لتولي مجموعة من المهام، وكذلك التأطير والتدبير والتوجيه بالإدارة العمومية. وبالرجوع إلى مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن المصادقة على استراتيجية التكوين المستمر 31/20،
نجده يعرف التكوين المستمر بأنه مجموعة عمليات رصد وتعزيز وتطوير القدرات والمهارات والمواقف الهادفة إلى تحسين وتجويد الممارسة المهنية التربوية أو التدبيرية أو التقنية، وذلك بعد تولي المهام وخلال ممارستها. ويشمل عموم الأنشطة التربوية والتدبيرية المنظمة لفائدة العاملين في مجال التربية والتكوين من أجل تعزيز معارفهم وتقوية مهاراتهم والرفع من أدائهم المهني. وبذلك فالتكوين المستمر يعد أداة للتنمية المهنية تلازم المسار المهني للفاعل التربوي على شكل مسلسل تأهيلي متواصل ونظام للتطوير التدريجي للممارسة المهنية الناجحة. إذا هذا هو آخر تعريف وهو المعتمد في تعريفنا للتكوين المستمر. ثم نمر إلى تحليل برامج التكوين المستمر مستفيدين من الجهود التي قام بها كل من غزافي روجيرز وفيسوا ماري جيرار وإيريك لافوندام. وهؤلاء الباحثون الثلاثة قدموا مقالة علمية من خلال قدموا تصورا معينا لتحليل البرامج من خلال انطلاق من قاعدة أن التكوين المستمر قد مر من نظام مغلق يرتكز على جملة نتدرب من أجل التدريب إلى نظام مفتوح على بيئته لشعار نحن نتدرب لتلبية احتياجات المؤسسة وأعضائها ونحن نتدرب لنستثمر. وبناء على هذه القناعة فهؤلاء الباحثون الثلاثة قدموا تصورا لعملية تحليل أي منظومة للتكوين المستمر وفق 3 أسئلة أساسية. السؤال الأول مرتبط بوظائف التكوين المستمر، فيطرح سؤال: ما الغاية من التكوين المستمر؟ هل هي وظيفة المهنة أم وظيفة الانضباط المهني أم وظيفة الالتزام المهني أم وظيفة تنظيم سوسيو مهني؟ ثم المستوى والسؤال الثالث وهو المنطق الذي ينبني عليه نظام التكوين المستمر من خلال طرح السؤال: كيف ننظم التكوين المستمر؟ هل هو منطق ممركز يرتكز على العرض أم هو منطق لا ممركز ينبني على منطق الطلب؟ ثم السؤال الثالث والمستوى الثالث وهو تحليل المؤسسات التكوين من خلال الوقوف عند هذه المؤسسات والسؤال: من يقدم هذا التكوين المستمر؟ هل هي مؤسسة تكوين أم مؤسسات الإنتاج أم مؤسسات التحليل أم مؤسسات التدبير؟ وبناء على هذه الخطة التي اعتمدها هؤلاء الباحثين الثلاثة سوف نتوسع قليلا في هذه الاستراتيجية المرتبطة بتحليل برامج التكوين المستمر. فالسؤال الأول الذي يطرحه هذا النموذج لتحليل برامج التكوين المستمر هو أولا تحليل وظائف التكوين المستمر، وقسمنا هذه الوظائف إلى 4 وظائف أساسية. الوظيفة الأولى وظيفة المهنة، ثم وظيفة الضبط المهني، ثم وظيفة التكوين المستمر باعتباره التزام مهني، وكذلك باعتباره تنظيم سوسيو مهني. فيما يخص المهنة والمقصود بها هي عملية تجعل من الممكن الحفاظ على القدرات والمهارات اللازمة أو تحديثها لممارسة مهنة معينة. والهدف من هذه الوظيفة هو تطوير القدرات المهنية في اتجاه الإنتاجية والتدريب على الكفايات الموجودة والمكتسبات أثناء ممارسة المهنة بغض النظر عن مكان العمل، ويهدف التكوين المستمر لإثراء المعارف والكفايات. يتوقع هذا التكوين المستمر في السيرورة أنه يأتي استمرار للتكوين الأساس الذي يسعى إلى ترميم وتحيين القدرات التقنية الضرورية للمهنة، والتكوين من خلال هذه الوظيفة يكون محدد ومنضبط في الزمن. والأنشطة التي يتم العمل عليها في هذا التكوين أن نقوم بتحيين وتحسين الكفايات الأساسية في ممارسة المهنة، ثم تحيين الكفايات وإعادة التموضع مهنيا، تجميع المعارف ومعالجة النقص في المهارة. فيما يخص النوع الثاني من أنواع الوظائف الأربع، الضبط المهني، التكوين المستمر يلعب دور الضبط المهني، والمقصود به هو عملية تسمح للعامل بتكييف مهاراته مع المتطلبات المحددة لوظيفة ما في مؤسسة معينة من أجل التخصص في مجال، أو على العكس من ذلك لتوسيع مجال تدخله. والهدف هو
أن التكوين المستمر يعمل على تكوين مهني جيد مندمج في مكان عمله. يسهر التكوين المستمر للوصول إلى مستوى من الكفاية أعلى على مستوى كفايات مكتسبة خلال ممارسة المهنة في مقر عمل محدد، ثم يهدف كذلك إلى الإتقان الذي قد يتخذ اتجاهين متكاملين: التخصص من خلال اكتساب كفايات تخصصية، التوسع من خلال اكتساب كفايات تكميلية. موقع التكوين أنه يكون طيلة حياة الفاعل أو كلما دعت الضرورة لترقية الكفايات وفق مشروع المؤسسة أو المشروع الشخصي للفاعل. ومن الأنشطة أنه يتم الحفاظ على المستوى المهني الذي يلبي متطلبات الوظيفة، مواكبة التغيرات التقنية لظروف العمل، وتنويع الكفايات وإذكاء التخصص لدى الفاعل، وفهم جيد للعمل المطلوب في كل مهنة. الوظيفة الثالثة وهي باعتباره التزامًا مهنيًا، أي أنه عملية يمكن من خلالها للعامل تغيير أو تحويل نفسه ديناميكيًا ليصبح فاعلًا في مشروع لمكان عمله. يهدف التكوين من خلال هذه الوظيفة إلى الملائمة بين العامل وبيئة عمله بمنظور تحولي وتوقعي، وتدبير التغيير والتحول في المسارات الشخصية أو المهنية أو الاجتماعية في المؤسسة. ثم موقع هذا التكوين المستمر أنه يتيح إمكانية تدبير التغيير وتحويل المسارات الشخصية أو المهنية أو الاجتماعية في المنظمة. أنشطة التكوين فيها يتميز هذا النوع من التدريب بتفكيك المعرفة القديمة وتطوير والاعتماد التدريجي للمعرفة الجديدة والأدوات الجديدة، وتطوير الاستقلالية واتخاذ المبادرات، وتحميل المؤسسة والبحث والتوقع، والتحضير لانضمام العمال إلى وظائف جديدة، وإعادة تنظيم لتوقع احتياجات السوق. الوظيفة الأخيرة وهي وظيفة التكوين المستمر باعتباره تنظيم سوسيو مهني، أي مقصود عملية تسمح للعامل بأخذ رؤية من خلف عن ممارسته وإعادة تفكير أو تغيير موقع مشروعه المهني. والهدف من هذا التكوين المستمر هو جعل العامل قادر على التعامل مع التغيير والتجديد، مثل إعادة توجيه المشروع المهني أثناء ويكون موقعه أثناء إدارة التغيير من خلال أنشطة التنمية الشخصية وتعزيز التقدم الاجتماعي من خلال الوصول إلى مستويات مختلفة من الثقافة والتأهيل المهني. إذن هذا تحليل الوظائف الأربع بطبيعة الحال باعتبارها السؤال الأول أو المستوى الأول من مستويات تحليل برامج التكوين. المستوى الثاني وهو التحليل المنطقي، هو التحليل المنطقي التحليل المنطقي توجهات نظام التكوين المستمر كما قلنا، إما منطق الطلب أو منطق العرض. فهناك منطقان يمكن أن يوجه نظام التكوين الأساس على مستوى يعني بصفة عامة وطنيًا، أو على مستوى كل جهاز معين داخل مؤسسة. فهناك المنطق المتمركز حول المنطق الممركز، وهو الذي يستحضر منطق العرض. وفقا لهذا المنطق فإن الفاعل الرئيسي هو خدمة التكوين، من خلال المؤسسة نفسها، ومن ثم فمن مسؤوليته اقتراح وهيكلة نظام التكوين المستمر. والحقيقة لهذه الغاية فإنها تقوم بوضع خطة للتكوين تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المؤسسة، يعني تمركز حول المؤسسة وليس بالضرورة حاجات الأفراد، وتنفيذ برنامج تكوين متطور. في هذه المؤسسة ينظر إلى التكوين على أنه استثمار حقيقي تقوم به المؤسسة من خلال عرض للتكوين المستمر على المستخدمين. أما المنطق اللاممركز وهو منطق الطلب، فوفقا لهذا المنطق فإن الفاعل الرئيسي هو الفرد، هو العامل. ذلك أنه من خلال هذا المنطق يمكن تكوين موظفي المؤسسات انطلاقا من حاجات محددة، لأن الوظيفة الأساسية للتكوين المستمر هي تمكين تنفيذ الحاجات الفردية للعاملين في كل وقت تكون فيه هذه الحاجة معبر عنها من طرف العاملين. تحليل الممارسة الآن من خلال المؤسسات المنخرطة في التكوين المستمر. السؤال الثالث والأخير في مستويات تحليل برامج التكوين المستمر هو تحليل المؤسسات المنخرطة في التكوين المستمر. وبطبيعة الحال نطرح السؤال حول من هي المؤسسة التي قامت بها التكوين المستمر. هل الأمر يتعلق بمؤسسة التكوين وهي التي تتوفر على
ال الكفايات للقيام أو الأهلية للقيام بهذه العملية، والتي تتوفر على مكونين و ب برامج لهذا العمل، أو أن من يقوم بهذا تكوين هي مؤسسة الإنتاج، يعني يعني المقاولة حيث العامل يعمل، أو مؤسسة تحليل وهي المؤسسات التي تكون خارج المؤسسة وتقوم بعملية التقويم والتتبع، أو مؤسسة التدبير التي وهي مؤسسة تجمع تدبير شخص أو مجموعة من الأشخاص المسؤولين عن الإجراء الجيد لنظام التكوين. فقد تكون هذه المؤسسة كذلك هي مستقلة عن المؤسسات. حتى لا نطيل، فبطبيعة الحال هنا 4 مستويات يتم تحليل تحليل المؤسسات التي ستنخرط في هذا في تكوين المستعمر. نمُر الآن إلى المصطلح الثاني من مصطلحات هذه الدراسة، ويتعلق الأمر بالمهارة الرقمية. فبطبيعة الحال إذا كانت المهارات التي كانت مطلوبة خلال العصور السابقة هي مرتبطة ب3 المهارات: القراءة والكتابة والحساب، ففي هذا العصر أصبح الأمر يتطلب مهارات أخرى غير هذه المهارة، وهي ما سميناه أو ما سُمي بمهارات القرن ال21 أو مهارات الألفية الثالثة، مثل الثقافة المالية والصحية والبيئية. ثم 3 فئات من المهارات لها حاجة ماسة في هذا القرن، وهي مهارات التعلم والإبداع، ومهارات المعلومات والإعلام والتقنية، ومهارات الحياة والمهنة. فأصبحت اليوم المهارة الرقمية من المهارات التي يتطلبها العصر لدى المواطنات والمواطنين، يعني باعتبارهم المنتوج النهائي، ولدى التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية. المهارة الرقمية باعتبارها واحدة من المهارات ال 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 من مهارات القرن ال21، والتي سوف نقف عندها بنوع من الإيجاز، بحيث تدخل ضمن مهارات تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام، وحيث يمتلك المتعلم مجموعة من مهارات التفكير الوظيفية والمهمة المتعلقة بالمعلومات والإعلام والتكنولوجيا، وهي تتوزع إلى مهارات فرعية كالثقافة المعلوماتية، ثقافة وسائل الإعلام، ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والقيادة والمسؤولية. بعد هذا التقديم الموجز أو الموجز للمصطلحين، مصطلح التكوين المستمر ومصطلح الثقافة الرقمية أو المهارة الرقمية، نمُر إلى الشق الثاني من الورقة، وهو الإجراءات البحثية. بطبيعة الحال انطلقنا في هذه الورقة من سؤال: ما مدى استحضار المخططات الجهوية للتكوين المستمر بالأكاديمية الجهوية للمهارة الرقمية؟ وبطبيعة الحال المشكل وهو أن نبحث عن مدى استحضار هذه المهارة الرقمية في هذه المخططات وفق دراسة علمية. نفترض في هذه الدراسة أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدالة ألفا 0.001 بين درجة استحضار المخططات الجهوية للتكوين المستمر في المهارة الرقمية، تُعزى إلى اختلاف بين أكاديمية جهوية وأخرى. في هذه الدراسة، مجتمع الدراسة هو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 12، والعينة هي 4 أكاديميات جهوية للتربية والتكوين: قلميم ودنون، مراكش، أسبيسوس، ماسا، والدار البيضاء، سطات. بطبيعة الحال اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي والدراسة النوعية للنصوص من خلال دراسة هذه المخططات. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة درجة استحضار المخططات الجهوية للتكوين المستمر للمهارة الرقمية. المصطلحين الأساسيين لهذه الدراسة هو مصطلح التكوين المستمر، ونقصد به التكوين المستمر في قطاع التربية الوطنية، وهو مجموعة من عمليات رصد وتعزيز وتطوير القدرات والمهارات والمواقف الهادفة إلى تحسين وتجويد الممارسة المهنية التربوية أو التدبيرية أو التقنية بعد تولي المهام خلال ممارستها، ويشمل عموم الأنشطة التربوية والتدبيرية المنظمة لفائدة العاملين في مجال التربية والتكوين من أجل تعزيز معارفهم وتقوية مهاراتهم والرفع من أدائهم المهني. وبذلك يعد التكوين المستمر أداة للتنمية المهنية تلازم المسار المهني للفاعل التربوي على شكل مسلسل تأهيلي متواصل ونظام لتطوير تدريجي للممارسة المهنية الناجحة. المهارة الرقمية تعرف المهارة الرقمية في القرن ال21 على أنها مجموعة من المعارف والخبرات والقدرات
والقدرات وال وال مهارات الخبرات والقدرات على استخدام الأجهزة والتقنيات الرقمية بشكل كفء ومفيد، بحيث تمكن الأفراد من إدارة المحتوى الرقمي ومشاركته بشكل فعال ومبدع، يؤدي إلى ارتقاء بالكفاءة والجودة والإنتاجية في كل أنشطة الحياة العامة والعملية. وبطبيعة الحال يعتبر أحد أساسيات التحول الرقمي لبناء الثقافة الرقمية في القرن الواحد والعشرين. الأساليب المعلومات التي اعتمدنا في هذه الدراسة على برنامج ماكس كودا، وهو برنامج للتحليل الكمي الكيفي عفوا أو تحليل النصوص، وهو برنامج احترافي لتحليل البيانات النوعية والكمية والمختلطة، ويعمل على تحليل المقابلات والتقارير والجداول والاستطلاعات عبر الإنترنت والمجموعات الهدف. بطبيعة الحال بالإضافة إلى استخدامنا لبرنامج لمجموعة من الأساليب والمؤشرات والاختبارات الإحصائية تيست بيرسون وألفا كرومباخ والستاتيك وكذلك لتابلو كروازي. بطبيعة الحال والحزمة الإحصائية SPSS. أداة البحث استعملنا في هذا البحث الاستمارة من خلال تحليل المخططات وتنزيلها في الاستمارة من خلال المجالات الثقافة المعلوماتية والثقافة الإعلامية والثقافة تكنولوجيا المعلومات، وحددنا لكل مجال مجموعة من الأكواد التي سوف نشتغل عليها في برنامج ماكس كودا. صدق هذه الاستمارات بعد إجراء اختبار معامل بيرسون، بطبيعة الحال وجدنا أن المعامل ارتباط بيرسون بين الأكواد والمقالات النصية المدروسة له دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 0.01، مما يدل على أن العلاقة بين هذه المتغيرات هي علاقة إيجابية، الشيء الذي يدعم قوة الاتساق الداخلي لهذه الاستمارة. الثبات. لقياس مدى ثبات أداة القياس تم استخدام اختبار ألفا كرومباخ الذي أعطانا 91%، وبطبيعة الحال 91% هي نسبة تدل على أن عبارة الاستمارة تتميز بالثبات الجيد، لأن القيمة الدنيا ينبغي أن تتجاوز 70%. نصل إلى الشق الثاني من الدراسة، وهو النتائج. طبعا الحال بعد تحليل حضور المهارة الرقمية في المخططات التكوين المستمر في هذه المخططات، أولا نكتفي فقط بتقديم هاتين المبيانين. الأول المتعلق بالنسبة المئوية لتوزيع المهارات الصغرى على مستوى المخططات الجهوية، فنجد على أن ثقافة التكنولوجيا المعلومات والاتصال ممثلة ب 13.88%، وهي في ترتيب ثالث من الحضور. وعند التركيز على هذه الكفاية سنجد على أنه تختلف هذه الكفاية في فروعها الثلاث: الثقافة الإعلامية، الثقافة المعلوماتية، وثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهي تختلف من جهة إلى أخرى، مما يوضح على أن أنه في مجموع هذه الأكاديميات نلاحظ على أنه الثقافة الإعلامية متبوعة، هي الأقل متبوعة بالثقافة المعلوماتية، في حين ثقافة التكنولوجيا المعلومات والاتصال هي التي تستحوذ على الحصة الكبرى. استحضرت المخططات الجهوية للتكوين المستمر في عينة البحث مهارات ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بنسبة 15%، متقدمة على مهارتي الثقافة المعلوماتية والثقافة الإعلامية، وهي نتيجة تنسجم مع حضور هذه المهارة في كل مخطط جهوي على حدة،
وتعكس هذه النسبة الاهتمام المتزايد بهذه الثقافة انسجاما مع الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين من طرف قطاع التربية الوطني لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، ومواكبة لضرورة الدمج المبكر لهذه التكنولوجيا في التعليم لتصبح أداة لاصقة بالتعليم ووسيلة مسهلة للتعلم وقناة للوصول للمعلومة بفعالية بغرض اكتسابها ونقدها وتشاركها بسرعة. وبالمقابل نرصد ضعف استحضار الثقافة الإعلامية في المخططات المجتمعة وفي كل مخطط على حدة، علما أن الثقافة الإعلامية مهمة في الممارسة المهنية للمدرس، وهي آلية يستطيع من خلالها التفكير في وسائل ووسائط نقل المعرفة من حيث تصميمها، وكذلك لتحدث الأثر المرغوب فضلا عن التمكن من الثقافة القانونية والأخلاقية. آه، حتى لا أطيل أكتفي بهذا القدر وأختم بأهم توصيات في هذه الورقة. أولا استثمار برنامج تكوين مستمر في بناء المدرس مستقبل القادر على مجابهة التحديات القائمة، ثم اعتبار التكوين المستمر مدخل لبناء شخصية متعلم وفق تحديات القرن الواحد والعشرين، ثم الاهتمام بالمهارة الرقمية عند بناء المخططات الجهوية للتكوين المستمر. بهذا أنهي هذه الورقة شاكرا للجهة المنظمة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الساقية الحمراء العيون الساقية الحمراء على هذه المبادرة الكريمة، ومتمنيا لأشغال هذه الندوة كل النجاح والتوفيق إن شاء الله، وشكرا لكم.